تخيل معايا واحد كانت الناس شايفاه غريب، بطيء، ورافض للمدرسة بالشكل التقليدي، ونفس الشخص ده يبقى الاسم اللي هز صورة الكون كله. لكن القصة مش مجرد عبقري اكتشف معادلة، القصة أعمق من كده بكتير. القصة عن طفل متمرد، شاب مش مندمج، راجل عادي شغال في مكتب براءات اختراع، لكن نفس الراجل ده هو اللي هيغير العالم كله. ورغم كل ده فضل فيه لحظة واحدة بس، لحظة هيفضل يندم عليها طول عمره، لدرجة إن بعض الناس سموها بالخطيئة الكبرى. ألبرت أينشتاين، الاسم اللي بقى رمز للعبقرية، بس قبل ما يبقى رمز كان طفل عادي اتولد سنة 1879 في بيت عادي جدا، لا هو ابن عائلة ملكية ولا اتولد في ايده مفتاح المجد. كان طفل زي اي طفل، لكن الغريب ان الناس اللي حواليه بدأوا يلاحظوا ان في حاجة غريبة من اول لحظة. اول الحكاية كانت من دماغه. اينشتاين ما كانش الطفل مطيع بالمعنى المعتاد، كان بيسأل اسئلة غريبة، اسئلة من النوع اللي بيتضايق منها الكبار دلوقتي. هو ليه السما شكلها كده؟ ليه النور بيتحرك بالسرعة دي وازاي بيتحرك؟ وليه الدنيا ماشية بالقواعد دي اصلا؟ الناس ساعات بتفتكر ان العباقرة هم اللي بيبقوا متفوقين من اول لحظة في كل حاجة، لكن الحقيقة اينشتاين ما كانش كده خالص. في سن المدرسة ما كانش النموذج اللي بيحبه المدرسين، كان عنده نفور من الاسلوب الصارم ومن الحفظ الاعمى، من انك تتلقى المعلومة كأنه امر لازم تنفذه حتى من غير ما تفهمه. كان عنده احتكاك دائم مع فكرة ليه، والسؤال ده بالذات هو اللي هيفضل طول عمره المفتاح. في مرحلة من حياته فكر الناس انه متأخر او مش مناسب لنظام التعليم التقليدي، بس الحقيقة ان دماغه ما كانتش ماشية على السكة دي اصلا. كان شايف العالم بطريقة مختلفة عن الناس، مش اسرع من الناس لكن اعمق من المعتاد. كبر شوية ووصل مرحلة الشباب، الكل كان مستني منه طريق واضح، بس اينشتاين ما كانش الشخص اللي بيمشي ورا التوقعات بسهولة. درس واجتهد، لكن الحياة ما فتحتلوش ابواب المجد فورا. والعجيب ان واحد هيفهم بنية الكون كله فضل وقت من عمره قاعد على مكتب بيفحص براءات اختراع. تخيل معايا المشهد، لا قاعات، لا مؤتمرات، لا تصفيق، لا جوائز، لا اي حاجة، مجرد موظف عادي قاعد على مكتب في بيرن. ناس كتير جدا كانت هتشوف ده كأنه فشل، لكن من هنا بالذات بدأت الحكاية الحقيقية. الراجل اللي كان قاعد بيراجع اختراعات الآخرين كان في دماغه بيبني عالم تاني، بينما هو بيفحص أفكار الناس على الورق كان هو نفسه بيعيد فحص الكون كله، الوقت، الضوء، الحركة، المسافة، كل حاجة. وده سر اينشتاين، مش مجرد عبقري عنده اجابات جاهزه، ما كانش بيكتفي بالسطح، كان دايما بيفتش تحت القشره، كان دايما بيسال طب هو اللي احنا متعودين عليه ده مش هو الحقيقه الكامله؟ ومن وسط الروتين ده خرجت افكاره اللي هتغير الفيزياء للابد. ومن هنا بدا اسمه يكبر، مش مره واحده، بالتدريج، زي حجر رميته في ميه. حلقاته بدات توسع لحد ما وصلت للعالم كله. اينشتاين ما كانش مجرد شخص بيكتب معادلات، اينشتاين كان بيغير تفكيرنا عن الكون كله. كان بيقول للبشر بشكل غير مباشر انتوا شايفين الكون من زاوية، بس في زاوية تانية انتوا مش واخدين بالكم منها. وهنا بقى بدأت رحلة العبقرية، لأن العبقري مش هو اللي يعرف أكتر بس، العبقري هو اللي يعرف يشوف الحاجة بشكل محدش شافها قبل كده. لكن برغم الصعود المبهر ده اينشتاين فضل إنسان، مش آلة تفكير أو تمثال منحوت. كان له خوفه وتردده وأخطائه ونظرته الخاصة للعالم. ومن أكتر الحاجات اللي خلت قصة اينشتاين مؤثرة إن شهرته ما جاتش وهو ساكن مكان. الزمن كان متقلب، العالم كان رايح ناحية صراع كبير، وأوروبا كانت داخلة في دوامة حرب وصراعات كبيرة وأفكار مرعبة. وفي اللحظة دي بالذات العبقرية بدأت تخرج من المختبرات وتروح للسياسة والمعسكرات. وهنا أينشتاين لقى نفسه قدام اختبار أخلاقي صعب جدا، مش اختيار بين صح وغلط تقليدي، لأ، بين خوف من كارثة أكبر وخوف بين إنك تصنع كارثة جديدة. في سنة 1939 أرسلت رسالة إلى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، وكان أينشتاين مرتبط بيها باسم، لتحذير أمريكا إن ألمانيا النازية قد تسبق في تطوير سلاح نووي. الرسالة دي كانت من اللحظات اللي غيرت مجرى تاريخ القرن العشرين كامل، مش لأن أينشتاين ساهم في صنع القنبلة، لا، لأن اسم أينشتاين ادى قيمة كبيرة جدا للرسالة دي. وهنا بقى نوصل للمفارقة اللي بتوجع. الراجل اللي قضى عمره كله بيفتش عن قوانين الكون لقى نفسه جزء من سلسلة الأحداث اللي قادت إلى صنع أقوى سلاح عرفته البشرية. بعدها بسنين أينشتاين عبر عن ندم وقال بمعنى واضح إنه لو كان يعرف إن ألمانيا مش ناوية إنها تصلح السلاح النووي ما كانش أبدا هيرسل الرسالة دي للرئيس الأمريكي. واللحظة دي
ما كانتش عند اينشتاين لحظة ندم عابرة، ده كان جرح اخلاقي كبير، لانه فهم متأخر ان العلم لو خرج من ايد العالم ممكن يروح لايد ناس ما تعرفش الرحمة. وقال جملته الشهيرة: لا اعرف باي سلاح ستكون الحرب العالمية الثالثة، لكن ما اعرفه ان الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصا والحجر. وهنا نقدر نفهم ان الخطيئة الكبرى مش بمعنى ان اينشتاين كان شرير، لكن بمعنى انه قابل حقيقة قاسية، ان العبقرية لوحدها مش كفاية، لان السؤال مش بس هل نقدر نعمله، لكن السؤال الاهم: هل لازم نعمله؟ الغريب بقى ان اينشتاين نفسه رغم مكانته العلمية ما كانش شايف نفسه بطل، كان دايما في جانب انساني متواضع وفي نفس الوقت متعب من ثقل العالم. كان واحد شايل في دماغه ما هو اكبر من عمره بسنين طويلة، وكأن حياته كلها كانت من طفل مش مفهوم الى شاب غريب الاطوار، الى موظف بسيط، ثم الى رجل غير خريطة الفكر الانساني. لكن في النهاية وقف قدام مراية التاريخ بيسأل نفسه: هل فعلا خدمت البشرية أم أنا ساهمت في فتح باب الجحيم؟ ألبرت أينشتاين ما كانش مجرد عالم، كان قصة إنسانية كاملة: عبقرية، تمرد، وحدة، واكتشاف، ثم ندم. وهنا بالذات تكمن عظمة قصته، لأنها ما بتتكلمش عن بطل خارق فوق البشر، لا دي بتتكلم عن إنسان حقيقي غير طريقة تفكير العالم كله. هي بتتكلم عن إنسان حقيقي قدر يلمس أسرار الكون لكنه ما قدرش يهرب من ضميره. وفي الحلقات الجاية هنقرب أكتر من اللحظات اللي غيرت فهمنا للكون، اللحظة اللي خلت اسم أينشتاين يقف جنب أكبر ثورات العلم في التاريخ، لأن أحيانا أخطر ما يملكه الإنسان ليس القوة إنما الفكرة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، لأن الفيديوهات الجاية حماسية ودسمة جدا، هنشرح فيها نظريات أينشتاين وحاجات تانية كتير. سلام.